دي تشكيلة منتخب مصر الرسمية لمواجهة بلجيكا. عندك شوبير، هاني، ياسر، حمدي، فتوح، مروان عطية، لاشين، إمام عاشور، وصلاح، وزيكو، ومرموش. بصراحة التشكيلة حلوة، لكن عندي سبب واحد، يعني ليه تلعب حمدي فتحي سنتر باك؟ حمدي فتحي ما ينفعش يلعب سنتر باك. حمدي فتحي عندك بديل ليه؟ عندك عبد المنعم، عندك رامي ربيعة، عندك حسام عبد المجيد، عندك اكتر من بديل لحمدي فتحي، فما ينفعش ده يلعب سنتر باك. مش مركزه والله. انا بحب حمدي فتحي، بس حمدي فتحي مش مركزه يلعب سنتر باك. حمدي فتحي يعني كنت ممكن لك طلع مهند لاشين، لاعب حمدي فتحي مكان مهند لاشين، وتنزل مثلا رامي ربيعة، تنزل عبد المنعم، حمدي، حسام عبد المجيد، اي حد مكان حمدي فتحي، لان حمدي فتحي ما ينفعش يلعب سنتر باك، والله ما ينفع يلعب سنتر باك. بس هي التشكيلة حلوة، مفيش خلاف على بقية التشكيلة. بس حمدي فتحي سنتر باك يعني القلق بصراحة من حمدي فتحي، لأنه ما ينفعش يلعب سنتر باك، مش مركزه. لكن كل التوفيق لمنتخب مصر بإذن الله، ويا رب نكسب ونحقق أول مكسب في تاريخنا في كأس العالم. وما تنسوش تكتبوا توقعاتكم، الماتش يخلص كام كام، وما تنسوش اللايك والمتابعة، وسلام.